بصوا بقى يا جماعة، انا هعمل النهاردة طريقة جلاش. جايبة بقى الجلاش بتاع موتزاريلا فريش. قطعته يعني الرول دوت، قطعته بالسكينة كده طرنشات زي ما انتوا شايفين. بصوا عامل ازاي. جبت صينيتين زي ما انتوا شايفين كده. لفة الجلاش هتعمل لي صينيتين بالحجم ده كده. والباقي اهوت انا مقطعاه اهو في البولة. بقت الجلاش هي النص كيلو اللي هي الرول اللي جايلي، قطعته بالسكينة طرنشات زي ما انتوا شايفين اهوت. هنحطه دلوقتي نوزعه على الصينيتين. طريقة جلاش سهلة وبسيطة، بالذات للناس اللي طالعين مستعجلين كده راجعين من الشغل بتاع. الطريقة دي هتعجبكم اوي. بصي اهو انا حطيتها اهو، حطيت التانية كمان اهو زي ما انتوا شايفين. هعمل ايه. مجهزه معايا بقى الخلطه الجميله ديت. هي عباره عن ايه؟ 2 كوبايه من اللبن، وكمان عليهم بيضتين. انا طبعا عشان دي صينيتين، لو انت هتعملي صينيه واحده هتعملي كوبايه واحده لبن وبيضه واحده. وحطيت كمان معاهم علبه زبادي، قسمتها برضو على الصينيتين. علبة زبادي دي بتطري الجلاش قوي. وحطيت نص فنجان من الزيت، ونص فنجان من السمنة. دي كده المادة الدهنية اللي المفروض هتتحط بيها وتشرب بيها. وحطيت ملح وفلفل، ودقت الحدق بتاعها لقيتها حلو جدا. وكمان مجهزة معايا بقى الجبنة الموتزاريلا الجميلة. هي انا بفضيها في علبة. انا جايبة الكيلو اللي انا قلت لكم عليه، وبفضيه في علب كده، وباخد منه عشان ما اطلعش الكيس كله. وكمان مجهزة معايا طماطم ومجهزة معايا زيتون وفلفل اخضر متقطع اهو. وكمان الحشو بقى، اي حشو عندكم زي ما انتم شايفين. بيتبقى مني عصاج بحطه في الفريزر. بيتبقى مني برضو قطع الفراخ هي برضو متعصجة بحطها في الفريزر. هنعمل واحدة كده وواحدة كده، بس الخطوة الاولانية اللي هنعمل بيها هقول لكم عليها اهو. بصوا بقى اهو، رجعت لكم تاني. احنا طبعا زي ما انتم شايفين اهو الخليط اهو اللي عملناه بالسمنه والزيت واللبن والبيضتين، ضربناهم بالمضرب السلك زي ما انتم شايفين. ده شكله هنشرب بيه بقى الفطيره الجميله اللي احنا هنعملها اهي، فطيره الجلاش اهي. هحاول اسقي بيها كده زي اللي انتوا بتسقوه في الرقاق اهو. والصينيه التانية برضو هنعمل فيها كده اهي، برضو هسقيها كده. اشرب بيه الرقاق كله. دي طريقتي بقى للناس المستعجلة هي، بس والله بتطلع برضو جميلة جدا. جربوها هتعجبكم قوي. هنجيب بقى الحشو اللي معانا. هسقي بس الحتة دي كده. هنجيب بقى الحشو اللي معانا اهو. هنفضي نعمل زي ما قلت لكم كده واحدة بالفراخ زي ما انتوا شايفين. هنوزعها كده وارجع لكم تاني اهو. كده حطينا قطع الفراخ اهي وزعناها، وكمان حطينا اللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين. هنحط بقى الطماطم والفلفل والزيتون اللي احنا عاملينهم مقطعينهم اهو. اسهل طريقه للجلاش، ولا هتمسكي رقراق ولا اي حاجه، وهتطلع فطيره في منتهى الجمال. هنوزع كده بقى الطماطم والفلفل والزيتون اهو. وبعدين هنحط بقى الجبنه الموتزاريلا الجميله بتاعتنا في النص. بس هنخلص الاول المقدار كده الاول. بنوزعه على الصينيتين اهو. وهحط الجبنه الموتزاريلا وارجع لكم تاني. كده اهو بقى الجبنه الموتزاريلا اهي. هنحطها على الوش. طبعا انا زي ما قلت لكم حطها في علبه كده اهي، سبتها لما فكت اهو. هنحط كده في النص اهي. جبنه موتزاريلا فريش طبعا غنيه عن التعريف. كلكم اكيد جربتوها، وهو ان شاء الله تكون عجبتكم اهو. هنحط كمان بقى في الصينيه التانية كمان اهي. هناخد كده ونعبي الباقي. وهنحط في قلبها عشان تطلع فيها مطة كده جميلة وتعجبكم. الطريقة دي سهلة جدا، مش هتحتاجوا فيها يعني وقت ولا حاجة. دي لما بكون مستعجلة بعملها. اي حشو عندك جاهز، طبعا الحشوات كتيرة بتاعت موتزاريلا فريش اهو.
ممكن تحشيها بمدخن، ممكن الصوابع اللي هي بتاعت الكابوريا ديت اهي. بصوا ممكن اي حشو عندك اهو، حاطين اهو زي ما انتوا شايفين. هنحط بقى ايه الجزء التاني اللي احنا مقطعينه من الجلاش اهي. بصوا نحطها بطريقة كده عشوائية عادي خالص اهو على الحشو اللي حاطينه اهو. وبرده الصينية التانية اللي هناك دي اهي برضو بحط لها زي ما انتوا شايفين. حاول اغطي كده الحتت اللي هي باينة دي. هتطلع احلى فطيرة جلاش. وبعدين هنسقي بقى اللي باقي ده اهو، برضو بنداري بيها الاماكن اللي هي ما فيهاش دي اهو كده اهي زي ما انتوا شايفين. بنساوي بس كده اهو. والفطيرة التانية برضو اهي. هنبتدي بقى نحط بقى عندنا بقت اللي هو الصوص اللي احنا عملناه اللي هو باللبن والبيض اهو. هنسقي بقى بيه كده داير ما يدور، البيض واللبن والملح والفلفل. جميلة جدا جدا جدا. كمان الجبنة بقى هتسيح فيه وهتبقى اخر الجمال. نحاول نسقي بيه كده الجلاش بتاعنا كله اهو. الباقي اهو هنوزعه برضو على الصينيتين كده. برضو التانية اهو هنوزع كده اهو. حابين بقى تحطوا حبة البركة برضو كده على الوش، هتخليها جميلة اوي، ليها طعم حلو. هحط حبة البركة وارجع لكم بقى تاني. بصوا بقى جبنا حبة البركة اهو. هنرش بقى حبة كده حلوين عليها. انا بحب في المعجنات التملي والسمبوسة الطعم بتاع حبة البركة بيعجبني اوي. الصينيتين اهمت احنا بنحطه للصينيتين رشة كده خفيفة بس كده اهو. تبقى جميلة جدا. هندخلها الفرن. طبعا انا مشغله الفرن من الاول زي ما انتوا شايفين. الجلاش كله اتشرب اللبن اللي احنا كنا عاملينه والبيض اهو. ودي الصينية التانية اهي زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى هندخلها الفرن. كنت مشغلاه قبليها، ولما تطلع بقى وقبل ما تطلع وتحمر هجيبها تاني ارش عليها موتزاريلا فريش من بتاعتنا على الوش. وتفرجوا بقى على الطعم والمطة بتاعتها الجميلة. بصوا بقى هي لما طبعا سبتها في الفرن لغايه ما اتعمل زي ما انتوا شايفين. طلعتها قبل ما يحمر الوش بتاعها. ودلوقتي بقى هنحط كمان طبقه من الموتزاريلا اهي. جبنا الموتزاريلا اهو طبقه كده. وبرده الصينيه التانية هنعمل فيها نفس الحكايه. وهندخلها تاني بقى ايه شويه كده تحت الشوايه. وهتطلع لنا احلى فطيره اهو. هرجع لكم تاني بقى لما تطلع ان شاء الله من الفرن عشان اوريلكوا الشكل بتاعها زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى يا جماعه بعد ما طلعت من الفرن. بصوا فطيره الجلاش الجميله. بصوا التانية اهي كمان. دي طلعت الاول اهي وقطعتها. بصوا اهي سالكه اهي يا جماعه اهي زي ما انتوا شايفين. هتطلع قطع كده بس عشان هي لسه سخنه بس مش عايزه اهو. بصوا الجمال. بصوا الجمال. بصوا عامله ازاي. بصوا موتزاريلا. بصوا عمايلها معانا. بصوا دي كده لسه طالعه فطيره تحفه. بصوا تحفه يا جماعه والله هتعجبكم قوي. طريقه سهله وبسيطه. المنتجات كلها طبعا عندنا من موتزاريلا فريش. يا رب تعجبكم الطريقه دي من الجلاش. فطيره الجلاش اهيت مش محتاجه ولا تعملي بيتزا ولا اي حشوات عندك حطيها هتعجبكم قوي. يلا شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.